طبعا هو من المخالفين، يشكلون على الشيعة، تعبدون قبور، تعبدون علي بن أبي طالب إلى آخر الكلام. شنو يعني؟ مو مشكلة نسلم وياهم، احنا نعبد الإمام علي. زين. جاء في كتاب تاريخ المدينة المنورة، أخبار المدينة المنورة، تأليف الإمام ابن شبة النميري البصري، المجلد الأول، الصفحة 78، رقم الرواية 355، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم نصا يوما وخرجنا معه حتى انتهى إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس فناجاه طويلا، ثم ارتفع عن حيب رسول الله باكيا، فبكينا لبكائه، ثم أنه أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر، ثم أقبل إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم. قال: إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب، وأني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي، ونزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، التوبة إلى آخر الكلام، حتى تنقض الآية إلى آخر الآية. فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذلك الذي أبكاني. شنو هاي؟ إذا علي بن أبي طالب هو الله، فمحمد ابن الله، وهذا اعتقاد نصراني شركي. موقع الشاهد أن محمد هو ابن الله. قال محمد: ما يأخذ الولد للوالد، أي محمد الولد والله الوالد. وطبعا رواية صحيحة، يقول في الحاشية رقم 4: أخرجه الحاكم في المستدرك، المجلد الثاني، صفحة 336، هو الواحد في أسباب النزول، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي. رواية صحيحة متفق عليها أن محمد هو ابن الله. وإن شاء الله في الحلقة الثانية نطرح بعض الأدلة وكلام العلماء واتفاقهم طبعا، ومن ضمنهم الإمام ابن عربي والذهبي والسيوطي في الإتقان، والمسعودي في معادن الجواهر، والإمام الشريشي، والإمام الخويوي، والعلامة الإسطنبولي، يعترفونه لا جميعهم أن محمد هو الله والله محمد. وحياكم الله وبياكم.